يا مساء الطز، انتي بتقولي ايه؟ ايوه زي ما بقول لكم كده، يا مساء الطز على ملوك السعاده والطزيات. علشان الطز دي مش شتيمه، الطز مش مجرد موقف تاخده وانت مرتاح من جواك، لا ده انت ممكن تجيب بيه حقك وانت مرتاح اكتر. تعال اقولك ازاي. مثلا احدهم اللي كنتي بتحبيه طلع واطي وبقى بيتجاهلك، وانتي خلاص فهمتي انه ما يسواش مليم والعشرة منه بربع جنيه. بس ده ما يزعلكيش، ده يفرحك انك عرفتيه على حقيقته. فهنمارس معاه نظام الطز بالخطوات دي. اول حاجة انك تبعتيله رسائل يوميا تتكلمي معاه وتسألي عليه، حتى لو مردش ابعتيله برضه. استمري على ده 10 ايام، حتى لو مردش لازم هيرد. ما هو الاهتمام برضو حاجة جميلة، خصوصا لما تقوليله أنا بطمن عليك ويا رب تكون تمام أو عامل إيه النهاردة، ودي لازم تكون آخر حاجة بتبعتيها في كل رسايلك. تالت خطوة لما يرد تقوليله كنت حابة بس أسأل عليك، وبينيله إنك لسه شارياه وعاوزاه، والكلام هيزيد ما بينكم. وفي وسط ما يتشدلك ويبقى مرتاح لك هتعملي له بلوك من كل حته وتنزلي على صفحاتك كل الضحك والهزار اللي في الدنيا، وده عشان هيلف ويراقبك من أي أكاونت فيك. وشوفي انت هيعمل ايه، لانه ساعتها هيسأل نفسه سؤال: هو انا اللي طلعت اهبل وكنت فاكر نفسي اني تقيل فعلا، ولا كان بيتم التسلية بيا وانا معرفش؟ وبس كده، سيبيه لدماغه تعمل معاك جلاشه وطز في اللي يزعله.